معانا شريف منسق حركة شباب كتيبين مجموعة نيو ديلي. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك تعرف لنا نفسك أكتر؟ والله أنا كنت السيجارة بس بعدين. اطفي السيجارة عشان الاستوديو كده. اتفضل يا فندم كمل. والله أنا كنت عضو زمان في حركة شباب 46 في مجموعة القاهرة، كنت معار من دولة نيو ديلي في الهند، وطبعا لما جيت هنا في الهند طبقت. علي صوتك يا فندم. نعم علي صوتك. أنا بعلي، أنا حضرتك صوتي زي الجحش أهو لله الحمد. وجدت عندنا هنا برضه زي عندكم، عندنا واحد عندنا هنا اسمه مهارته مبارك. الراجل المسلم ده برضه عنده فلوله ولعبه واطفاله وعنده كتكناوي سلطاته وبابا غنوج وكله عسكروف، وعنده عسكروف بقى طنطاووف وحاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم بدونها احنا جينا قضينا على ميدان التحرير بتاعنا اللي هو في نيو ديلي، خدت بالك؟ انتوا عندكم ميدان تحرير برضه؟ طبعا، بس الفرق ما بين ميدان التحرير بتاعنا وبتاعكم في القاهره حاجه واحده بس، ان احنا لما انشأنا ميدان التحرير في نيو ديلي حطينا فيه وسيخ عشان كان النظام قائم. بعد كده رميناه باسمنت ومسلح وعملنا له رأس مدببه من النحاس الصلب ونصنفرها بوليزات. كده بقى شبه ايوه، هو الخازوق سعادتك اللي انت كنت عاوز تقول عليه، بيسموه خازوق اوف. خازوق اوف. على اساس ان احنا لا احنا على اساس روسيا سعادتك، ما انا تم اعارتي لروسيا. انت تم اعارتك لروسيا دلوقتي. اتفضل. بس سعادتك فعندنا الجحشوف العسكروف بتاعنا كان اسمه طنطاووف، فطنطاووف بتاعنا بتاع روسيا طبعا حب يعمل علينا شمحطجي وبلطجي، فجينا عملنا حركه بالله عنف طبعا، ولا يقولوا عسكريه ولا يقولوا الكلام ده كله، قعدوا يقولوا لنا فلول وكنتاتوف وبتاكلوا حاجات عمله توف وحاجات زي كده. قلنا الحمد والمنه قدرنا على ان احنا طبعا نسيطر على الاعلام كويس ونفهمهم الحقيقه والشعب تعاطف معانا، وجينا بالليل بقى الساعه 13 زي توفيق عكاشه برضه، بس عندنا توفيق عكاشه وكلب زيه بالظبط. المهم سعادتك خدناه ورحنا طالعين بيه، قطعنا لسانه وعلقناه على باب القناه بتاعته، عنده قناه اسمها ملاعين. علقتوه منين يا فندم؟ من لسانه سعادتك. مش انتوا قطعتوا لسانه علقتوه منه ازاي؟ يا فندم علقنا لسانه على قناه ملاعين بتاعته. انما هو ما علقتوش وطلعنا على العسكروف بتاعنا قلنا له سعادتك اي حاجه تتنحى سعادتك انت كمان يا اما نعلقك. طبعا هو الراجل كان بلط، فطريق بلط سعادتك يعني بلط، يعني دي زي نشيد بتاع شيخ الشيخ على البيك بلط يعني عن جهل. يعني ايه؟ يا نهار اسود، اجيبها له ازاي دي؟ بيتقرنا من الاخر، عنده سيطره، حب السيطره، حاجات زي كده. ايوه انا ما اعرفش اجيبها لكم بالعربي، ما اعرفش اتكلم عربي سعادتك. ماشي. ما عندكش لانجوج براكتس خالص، ده ايه الراجل؟ خش على الفاونديشن، خش على السؤال الجاي. طيب يا ترى شفت لو متابع في مصر موضوع الاخوان والاخوان عملوا ايه عندنا في مصر؟ هل عندكم حصل حاجه زي؟ والله المخابرات بتاعتنا احنا عندنا جهاز مخابرات بيتحرى جميع الثورات الناجحه في العالم. وجدنا ان من اجهض ثوره 25 يناير المصريه للاسف هم جماعه الاخوان المسلمين. اولا الناس دي فصيل سياسي موجود. بدا يوم 28 يناير بشويه شباب عصوا قرار المرشد اللي كان بيقول انه بيحب الرجل، وبعد كده وقفوا الشباب دول معاكم فانتوا احتويتوه. الشباب ده رجع تاني للحب. صح كلامك صح. انا احتويت ساعتها 3 شباب بالليل. الحمد لله رب العالمين، وقتلتهم احتويتهم بكل حاجه. الحمد لله رب العالمين. اهم حاجه. طب استاذ شريف ممكن اسالك ناخد بس ممكن بعد اذنك ناخد اراء واسئله من الجمهور؟ اتفضل ساعتك، احنا بنؤمن بالديمقراطيه بس. طيب استاذ علي الخولي لو سمحت، حضرتك عايز تسال سؤال؟ طبعا. ممكن اسالك ايه الخبره اللي انت شفتها في موسكو وفي نيو ديلي وممكن تنقلها للشباب المصري في القاهره، بما ان حضرتك جاي منورنا هنا؟ تجعل راسك سله لمهملات الاشاعات، يعني اي اشاعه تاخدها تحطها تحت رجلك ويقولوا لك انت بتاع تمويل، بتاع تعميل، بتاع مش عارف تعميره، بتاع سلاح، لا عنف، لا بتاع اللي انت عاوز تعمله في دماغك لا سلم برضه. بعد اذنك ما تمسكش الفيل بتاعي لو سمحت. يعني
برضو عندكم اشاعات والكلام ده كله بص قالوا علينا احنا ناخد فلوس من باكستان، وناخد فلوس من ايران، وناخد فلوس من اوزبكستان، بلاش نقول، وبتاخد فلوس من فوق وتحت واهو. طبعا بس احنا عندنا حاجه حلوه، بس طبعا شايف الحاله حاله عري، قلنا لهم اهو مش يقدر يحمي بلاط يا معلم، فتش نفتش، وهم فهموك وهم فهموني، والشعب فهم، لان الشعب كله عريان. طيب بعد اذنك نسمع سؤال من الاستاذ مصطفى. دلوقتي حضرتك قدرتوا بالكفاح الغير سلمي ان انتوا تغيروا مصير البلاد عندكم في روسيا، لماذا لم تنجح التجربه بالتحديد في مصر؟ هل مصر من الدول التي تحتاج التغيير العنفي للتغيير الجذري في المجتمع داخل المجتمع المصري؟ اذكى شعوب العالم، بس فيها مشكله صغيره ان شعبها كله ودني، بيسمع الاعلام اللي بيضل بس. طيب نسمع سؤال الاستاذ محمد. الشريف الزبلاوي شايف الايام الجايه ازاي بالنسبه للثوره في مصر؟ هتنجح ولا هتبقى ثوره فاشله؟ لا، هي ثوره ناجحه، بس في ان يعني كل فصيل سياسي يحتوي الاخر، وكله يسمع راي الكل، وطلعوا نتيجه انك تحط مش اجندتك او الايديولوجيه بتاعتك، لا تحط هدف مصر قدام عينيك. لو كل واحد يتنازل البلد هتمشي. طب يا ترى انتوا عندكم في الهند عشان ترجعوا الاموال المنهوبه والاموال المسروقه بتاعت النظام القديم عملتوا ايه؟ جبنا سيزاناتوب حطيناها في حفراتوب، وجبنا علقوب وجمالوب وحطيناهم في كل واحد في نقره توب، نقره يعني نقره تحضيره اختي بنت عمها، وحطيناهم وخلينا الشعب كله يتصرف بدلنا، احنا ما عندناش صرف صحي زيكم. يتصرف على دماغهم لحد ما حسوا ان في حاله غرق هتجيلهم. طلعونا بس بدون فلوس، اديكم الفلوس. طب طلع يا ابني، مش عارف ايه، رحمه الله عليك. والله الحمد، كل واحد فينا دلوقتي الحمد لله اشتريت تاج. اهو انت شايف التاج، وعندي فيلين وجزيره، والشاليه اللي انتوا قاعدين فيه ده كله ده بتاعك. ده بتاعك؟ امال ايه؟ طيب. اوعى تقول حضرتك مين تولى من بعد تولي حكم السيد محمد براد عوف في الهند؟ لا بلد عوف عندنا، احنا لو عندنا واحد زي بلد عوف نشيله فوق راسه، لكن انتوا عندكم واحد محمد عسكروف حسنوف مباركوف الله لا يبارك في امه، وعندكم طنطاوف خنقوف، وعندكم كتتني ومسلمين يا ابني كتتني اوف اعوذ بالله. طيب شكرا شكرا شريف، اروح بدايه نلتقي بيك ان شاء الله داخل المعتقد. شكرا جدا ان شاء الله سعادتك.